ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط يخضع حاليا لعملية تجديد شاملة استعدادا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025. تشمل هذه العملية تغليف الواجهة الخارجية للملعب بألواح مزخرفة تمزج بين الفن المغربي التقليدي والتصاميم العصرية، مما يمنح الملعب مظهرا حديثا وجذابا. تفاصيل عملية التغليف: المواد المستخدمة: تتضمن عملية التغليف استخدام ألواح مزخرفة تجمع بين الفن المغربي التقليدي والتصاميم العصرية، مما يعكس التراث الثقافي للمغرب ويضفي طابعا فريدا على الملعب. مراحل التنفيذ: بدأت أعمال تغليف الواجهة الخارجية للملعب في الجهة الشمالية، ومن المقرر أن تمتد لتشمل جميع جوانب الملعب. تتم العملية على مراحل لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد. التصميم والجمالية: يهدف التصميم إلى دمج العناصر التقليدية المغربية مع اللمسات الحديثة، مما يعكس الهوية الثقافية للمغرب ويعزز من جمالية الملعب كمعلم رياضي بارز. أهمية المشروع: تعتبر عملية تغليف ملعب الأمير مولاي عبد الله جزءاً من مشروع تجديد شامل يهدف إلى تحسين البنية التحتية الرياضية في المغرب استعداداً لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى. سيسهم هذا التجديد في تعزيز مكانة المغرب كوجهة رياضية دولية قادرة على استضافة البطولات العالمية.